معنا على الخط الهاتفي وكيل وزارة الخارجية تيسير جردات. مرحبا بكم أستاذ تيسير. أهلا بك. ما آخر المعلومات التي توفرت لديكم؟ يعني كما تعلم منذ اللحظة الأولى لسماع الخبر وبتوجيهات من السيد الرئيس قام الوزير الخارجية دكتور رياض المالكي تشكيل خلية عمل لمتابعة هذه الأزمة وهذه الكارثة. المعلومات المتوفرة لدينا يعني احنا بلغنا سفاراتنا الأربعة في إيطاليا وليبيا ومالطا ومصر بمتابعة هذا الموضوع. كما تفضلت السفير أبلغنا سفيرنا في مالطا جاد الطويل عن إنقاذ البحرية المالطية ل 147 بينهم 40 فلسطينيا. لا زال الوضع غير معروف تماما. البحرية الإيطالية تتحدث عن إنقاذ 57. الأعداد الفلسطينيين كبيرة واضح، يعني عندما يكون هناك إنقاذ ل 40 فلسطيني يعني أن العدد كبير على متن هذه الباخرة التي تحمل أيضا مهاجرين سوريين. نحن الآن نتابع مع سفاراتنا في الدول الأربعة التي ذكرتها ونتأمل أن نحصل على معلومات تؤكد لنا إنقاذ العديد من هؤلاء المدنيين الأبرياء الذين يهربون من الموت. نحن نستغرب حقيقة يعني إذا كان هناك هجوم فعلي على هذه الباخرة، لأنه من المفروض أن تتم تقديم المساعدة لهكذا بواخر ولهكذا مهاجرين يفرون من الموت ويفرون من الحرب. هل قدمت السلطات الليبية أي تفسير في القنوات الدبلوماسية؟ لا زلنا نتابع هذا الموضوع. سفارتنا في ليبيا وسفيرنا في ليبيا يتابع هذا الموضوع عن كثب للحصول على توضيحات وتفسيرات لما حدث، ولا نستطيع أن نجزم بالضبط. لا زال الكلام والمعلومات كلها من شهود عيان، ولا زلنا نتحرى هذه المعلومات عبر الطرق الرسمية وعبر الاتصالات مع السلطات المختصة في ليبيا. الآن كيف تتابعون مع السلطات المالطية والإيطالية حول مصير الناجين؟ طبعا سفيرنا في مالطا هو يتابع هذا الموضوع، قام بزيارة إلى مركز إلى المستشفى والمركز الإيواء، وشاهد الناجين الفلسطينيين وعددهم يزيد عن 40 شخص. وفي يعني ليبيا يتابعون الموضوع أيضا عن كثب، لأنه سفارتنا في إيطاليا تتابع أيضا، وبسبب أنه امبارح عطلة رسمية فاليوم تتم المتابعة مع السلطات الإيطالية وإمكانية تقديم المساعدات لهؤلاء الناجين ومعرفة مصير بقية المسافرين. ما عدد الضحايا أو الضحايا والمفقودين بغض النظر عن جنسياتهم حسب المعلومات المتوفرة؟ يعني المعلومات المتوفرة تتكلم عن 375 شخص على متن القارب، ولكن هذه معلومات غير دقيقة حتى اللحظة. كل ما نعرفه أنه تم إنقاذ 147 من قبل السلطات والبحرية المالطية، والإيطاليين يتكلمون عن إنقاذ 57. هذا العدد يعني يصل إلى 204 تقريبا، وفي الحقيقة يوجد عدد كبير من الضحايا. قد يكون الرقم قريب من الرقم المعطى بحدود 375. نعم. هل جميع الركاب هم من الفلسطينيين والسوريين؟ هكذا المعلومات الأولية، لأنه الركاب والقارب والعملية كلها أتت من سوريا باتجاه مصر، الهاربين من الحرب في سوريا باتجاه مصر، وبالتالي لا ندري بالضبط إذا كان بينهم ركاب آخرون، ولكن بالواقع الأغلبية هم من السوريين والفلسطينيين. أشكرك جزيلا وكيل وزارة الخارجية تيسير جردات. الموجة